حبايب قلبي رفعناه من على النار. دلوقتي بقى هنسيبه يبرد 10 دقايق كده، وهنفضيه في البراطين بتاعتنا. اهو شايفين بقى القوام بتاعه ما شاء الله بقى جميل اهو. لما يهدى كمان هيتقل معانا زي الكاتشب اللي بنشتريه من بره، زي الجاز بالظبط. هدى معانا يا حبايبي شويه اهو. تعالوا بقى بينا نصبه في البراطين بتاعتنا كده. ما شاء الله قوامه تقل معايا زي اللي بنشتريه من بره جاهز، والله العظيم بالظبط. حبايب قلبي خلصنا كده الكميه بتاعتنا اهو، زي ما انتوا شايفين طلعوا معانا كميه قد ايه ما شاء الله اهو، زي ما انتوا شايفين. شوفوا بقى لو احنا بنشتري الكميه دي من بره هنجيبها بكام. الازازه قد كده ب15 جنيه على طول، يعني الازازه بقد دول مرتين او 3 كمان والله اهو. شايفين ما شاء الله جميل، والقوام تقيل معايا اهو. شايفين اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتطلعوا منه مستفيدين ولو بحاجة بسيطة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قبل ما نبدا فيديو النهارده منساش نصلي على النبي ونذكر رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. واللي محطتش لايك تنزل تحط لايك، تعمل اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. انا هعمله باذن الله. معانا النهارده وصفه حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم بقى، وصفه جميله جدا. هنعمل مع بعض الكاتشب ان شاء الله. شوف احنا بنروح نشتري الازازه بقد كده، هنعمله النهارده بقى في البيت. مكونات سهله خالص. انا معايا حله على النار فاضيه من غير زيت ولا اي حاجه، ومعايا صلصه كانت عندي مسبكاها. هنزل كده زي ما انتم شايفين معايا بقى. بعد هسيبها تغلى شويه، بعد ما تاخد غلوه معايا نص كوبايه سكر او ربع كوبايه سكر، يعني ربع كوبايه من السكر تمام كده. ومعايا 3/4 كوبايه من الميه عشان انا معايا كميه اهي. ومعايا معلقه نشا. هنسيب النشا والميه دي في الاخر وهنشوف هنعمل ايه. تعالي هنا نروح عند الصلصه اهي. طماطم عادي فرماها وسبكتها على النار، وكنت شايلاها في الفريزر. دلوقتي اقدر ان انا استعملها في اي وقت. شايفين ما شاء الله اهي اهو. هسيبها بقى تاخد غلوه كده وتتسبك. قبل ما كده تعالوا نحط لها معلقه من الملح. اكسري يا اشراكه تكسر البيت، وقعت لي الطبق ازاي. معنا معلقه من الملح اهي. نزلت بقى كده ونقلبها شويه. ماشي. بعد معلقه الملح يا حبايبي معلقه من الفلفل الاسمر بس يا اشركه. هديها تقليبه حلوه برضو. هي خلاص بدأت ان هي تغلي معايا. سهله خالص، طريقه سهله جدا، والحاجه عندنا في البيت ومش مكلفه. احنا بنروح نشتري ازازه كاتشب قد كده من بره، فقلنا نعمله بقى مع بعض في البيت ان شاء الله جميل، والنفس اللي بيجي من بره واحسن كمان، وعارفه انت عاملاه ازاي.
وضمناه يعني. والكاتشب ده بنحتاجه في اكلات كتيره، بيبقى لازم يكون فيها كاتشب، فقلنا نعمله بقى مع بعض النهارده. اهو بدات تغلي معايا هي حبايب قلبي، بدات تغلي معايا خلاص واتسبكت حلو. هنزل بقى عليها بربع كوبايه السكر بتاعتنا زي ما احنا شفنا كده اهو، وهديها تقليبه حلوه. ما تسرعوش الفيديو وشوفوا الفيديو للاخر ونشوف هنطلع لنا كميه قد ايه اهو. اهو يا حبايبي، الطماطم بتاعتك لو مش حمرا معاكي تقدري تحط لها معلقه من البابريكا، زي ما قلت لك عشان تديكي لون حلو للصلصه بتاعتك. ولو ما عندكيش صلصه جاهزه في الفريزر زي كده، حبايتين طماطم عندك تقدري تفرمهم في الخلاط وتحطيهم يتسبكوا زي ما انا عملت كده، وتحطي بقى مقاديرك اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. تعالوا بقى معايا كوبايه الميه زي ما قلت لكم. هضيف النشا كده في الميه، النشا بتاعتي في الميه وهقلبها بقى زي ما انتم شايفين. هات الحته اهو. والصلصه بتاعتي بتغلي على النار اهي. ماشي، الصلصه بتاعتي اهي يا حبايبي بتغلي معايا اهو يا حبايبي. بعد ما حطيت النشا بتاعتي، شايفين بقى قوامه بقى عامل ازاي اهو، ما شاء الله جميل. هنديله غلوه وهنرفعه من على النار تاني وهنشوف هنعمل ايه. خلاص كده يا حبايب قلبي خلص معايا كده الوقت، طفينا النار على اهو يا حبايب قلبي، رفعناه من على النار. دلوقتي بقى هنسيبه يبرد 10 دقايق كده، وهنفضيه في البراطين بتاعتنا اهو. شايفين بقى القوام بتاعه ما شاء الله بقى جميل اهو. لما يهدى كمان هيتقل معانا زي الكاتشب اللي بنشتريه من بره زي الجاز بالظبط. هدى معانا يا حبايبي شويه اهو. تعالوا بقى بينا نصبه في البراطين بتاعتنا كده. ما شاء الله قوامه تقل معايا زي اللي بنشتريه من بره جاهز والله العظيم بالظبط. حبايب قلبي خلصنا كده الكميه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين طلعوا معانا كميه قد ايه ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. شوفوا بقى لو احنا بنشتري الكميه دي من بره هنجيبها بكام؟ الازازه قد كده ب15 جنيه على طول، يعني الازازه بقد دول مرتين او 3 كمان والله اهو. شايفين ما شاء الله جميل والقوام تقيل معايا اهو. شايفين اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتطلعوا منه مستفيدين ولو بحاجة بسيطة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبايبي.